الكلام ده جاي من أشياء كثيرة، أهمها أن الكنيسة الإسرائيلي استدعى أحد خبراء الاستراتيجية الأمريكية الذي يقدم للناس الآن نموذجا جديدا للحروب، بيسميه الجيل الرابع من الحروب، لكي يستمع إليه الكنيسة الإسرائيلية. إيه الجيل الرابع من الحروب؟ هذا البروفيسور يقول أن البشرية شهدت 3 أجيال من الحروب سابقة. الجيل الأول هو حروب السيف والخيل. الجيل الثاني هو حرب البارود. الجيل الثالث هو الحرب النووية. هو بيقول دلوقتي أنا هقدم لكم الجيل الرابع. طب إيه الجيل الرابع؟ قال الجيل الرابع ده من الحروب هو جيل يعني لن تتكلف فيه شيئا، لن تخسر فيه جنديا، لن تخسر فيه معدة، لن تسقط لك فيه طائرة. كيف؟ قال أن تسعى لإفشال الخصم. أن تسعى لإفشال الخصم. مهم جدا نحط 100 خط تحت كلمة إفشال دي. ليه؟ لأن احنا بنسمعها كتير، وبنسمعها عن تعمد في الأيام دي. بنسمعها من الدكتور محمد البرادعي لما يجي يتكلم عن الرئيس يقول لك الرئيس الفاشل. نسمعها من ممثل حزب الوفد اللي هو متحدث الإعلامي باسم حزب الوفد يقول لك هذه حكومة فاشلة. راقب كده محمود سعد ومجموعة لميس الحديد، المجموعة دي هتلاقي دايما في مضمون كلامهم وفي اللفظ المحدد كلمة فاشل موجودة. ده حتى إحدى الصحف الخاصة المعارضة للحكم في أول يوم دخل فيه الرئيس مرسي إلى القصر الجمهوري العنوان بتاعها كان الفاشل في القصر. يعني قبل ما يبدأ الشغل الراجل وصفوه قالوا الفاشل في القصر. إذن هي فكرة. هذا البروفيسور يقول أن الحرب الخاصة بإفشال الخصم هي أنك تتحرك بمكونات من داخل دولة الخصم وتسعى لإفشاله على الصعيد الاقتصادي وعلى الصعيد السياسي والاجتماعي، وتسعى لإحداث حالة من الفوضى الأمنية والفوضى السياسية والفراغ الدستوري من أجل أن تجعل هذا الخصم في نهاية المطاف لا يستطيع أن ينجح.